لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. نفر هيرو. هنشوف النهاردة مع بعض تمثال مزدوج. هو في الأصل بيرجع لعصر الملك أمنحتب الثالث، لكن بعد أكتر من 200 سنة، وبالتحديد في عصر الملك رمسيس الثامن، الكاهن كينيبو وزوجته إيزيس وهي مغنية في معبد آمون قاموا بالاستيلاء على هذا التمثال المزدوج وكتبوا أساميهم عليه. حكاية الاستيلاء على التماثيل ده كان شيء شائع في عصر الرعامسة، سواء بين الملوك أو بين الأفراد. أحيانا كانوا بيقوموا بتغيير الأسماء المكتوبة على التمثال ويحطوا أسمائهم هم، وأحيانا أخرى كانوا بيقوموا بتعديل بعض التفاصيل على التمثال. وده اللي حصل، ده اللي عمله كينيبو. هو عمل تعديل لملابسه ولملابس زوجته عشان تناسب طراز الأزياء المعروف في العصر اللي هو عاش فيه. نلاحظ مثلا إن هو أضاف وشاح على كتفه اللي كان في الأصل عاري، ونلاحظ موديل فستان إيزيس اللي بيغطي ثدي ويكشف الثدي الآخر. لو بصينا على التمثال من الخلف هنلاقي إن الواجهة الخلفية للتمثال عليها نقوش بتمثل عملية التحنيط وتطهير المتوفى وتقديم القرابين له ولزوجته. اللون الأسود بتاع الشعر المستعار والألوان البسيطة اللي حواليه بتضفي جمالا خاصا ورقة خاصة على التمثال. التمثال ده مصنوع من الحجر الجيري الملون، وهو من مقتنيات أحد متاحف ألمانيا. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.